هنعمل الموتزاريلا مع بعض قريب علشان نوفر تمنها اللي بقى غالي جدا. زي ما عملنا الكوبيبه قبل كده، هنعمل النهارده وصفه خطيره بربع كيلو لحمه مفرومه تكفي من 4 ل 5 اشخاص. الطبق بتاعنا النهارده اول ما بيدخل الفرن ووشه يتحمر انا بخرجه على طول. زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا هنعمل وصفات اقتصاديه استكمالا للفيديوهات دي. النهارده برضو بربع كيلو لحمه مفرومه هنعمل وجبه تكفي من 4 ل 5 اشخاص. وجبه طعمها حلو قوي، مختلفه مش تقليديه، ينفع نعملها في العزايم وتطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يلا نشوف هنعمل الوصفه دي مع بعض ازاي. رافعه حله على النار، مكعب زبده، هنزل معاه بشويه زيت صغيرين، ربع كيلو بصل انا ضرباه في الكبه، قلبه تقلبتين في الزبده والزيت كده، مش عايزاه يتحمر. البصل دبل، انا بشره هنا جزرايه كبيره برضو عايزاها تدبل. جزر تقريبا كده دبل معايا. هنزل بقى بربع كيلو اللحمه المفرومه. عندي بابريكا نص معلقه تقريبا صغيره، فلفل اسود برضو نص معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره من بهارات اللحمه. هنزل بشويه ميه. انا عايزه اللحمه تستوي سوا تسويه كامله. هسيب اللحمه تستوي، بس قبل ما اسيبها هحط لها مكون مهم. عندي معلقه من معجون صلصه الطماطم. مجهزه معايا كيلو من البطاطس مقشراه هسلقه، هحطه اسلقه على النار لان انا عايزه اهرسه بيوريه. هسلق البطاطس واسيب اللحمه تستوي ونيجي نشوف هنجمع الطبق الرئيسي مع بعض ازاي. البطاطس اتسلقت، هنحطها هنا كده في الطبق. مهمه قوي انها تكون سخنه. هننزل عليها بمكعب زبده وابدا اهرس فيها وهي سخنه علشان تكون سهله معايا. بعد ما هرست البطاطس كويس بالزبده هنزل عليها بمعلقتين من النشا وبضايه، فلفل اسود، ملح مش كتير، شويه صغيرين كده، ونقلب المحتويات دي كلها كده مع بعض. قشره بسيطه من جوز الطيب ونقلب كويس جدا. خلاص المحتويات كلها تجانست مع بعض وبقى ده الخليط اللي انا محتاجاه. هجيب طاجن بايركس او صينيه او اللي متاح عندك، نديله بخه كده من الزيت. وبعدين انا عايزه ايدي كمان يبقى فيها زيت، استخدم ايدي كده في توزيع الزيت في الطاجن، خلي الجناب كمان فيها زيت. هنزل الخليط ده في الطاجن اهو شايفين. ابدا افرد البيوريه في الطاجن كده استخدام سباتيولا كده، واقدر انا عايزه اعمل تجويف في البطاطس، او بمعنى اصح عايزه اعمل البطاطس مستويين. عايزه اعمل الحرف بتاع البطاطس اعلى شويه من قلبها كده. تمام. اللحمه اللي احنا عصجناها مع بعض وحاطين عليها الجزر، يلا ننزل كده بالكميه اللي هنحتاجها، ممكن ما نحتاجش الكميه كلها، ونفرد كده. بصوا يا جماعه انا اخدت تقريبا 3/4 الكميه. اخر مكون وده اختياري، الجبنه الموتزاريلا او شيدر او المتاح عندك او ميكس جبن. انا هحط شويه من الموتزاريلا على وش اللحمه فقط لا غير، وهسيب البيوريه اللي على الحرف كده. خلاص كده تمام. شايفين شكله تحفه ازاي؟ هندخل الطاجن ده على فرن، فاتحين الشوايه بتاعته، فاتحين الفرن مع بعض على درجه حراره 180. اول ما الجبنه تسيح ووشها يحمر هنطلع الطاجن ونشوف هنقدمه مع بعض ازاي. الطاجن طلع من الفرن وزي ما انتوا شايفين كده شكله يشهي ويجنن. الوصفة سهلة جدا، اتمنى انها تكون عجبتكم. لو الفيديو عجبكم نعمل شير ولايك، وتابعوني على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفة جديدة قريب ان شاء الله.